بيبدأ فيلمنا بظهور عصابة المافيا لتزوير الفلوس، وهم بيتفقوا على الصفقة الجديدة اللي هيعملوها. وفجأة بيدخل عليهم شخص مقنع ولابس عباية شبه عبايات باتمان علشان يقبض عليهم، لكن المجرمين بيحاولوا يقتلوه وبيبدأوا ضرب النار. وطبعا المقنع بيقدر انه يقضي عليهم، وبيطارد زعيم العصابة سول اللي بيحاول انه يهرب. فبيجري سول على عربيته وبيحاول انه يدوس المقنع، لكن بيقع من مبنى الجراج وبيدخل في المبنى اللي قدامه. في اللحظة دي بيوصل باتمان وبيشوفوا كل الناس اللي موجودة، وطبعا بيفتكروا ان هو اللي عمل كده في سول. بعد كده بنشوف مؤتمر صحفي بين رجال الشرطة، وبيكون القنصل أرثر مش عاجبه اللي بيحصل، وبيقول ان تدخل باتمان في عمل الشرطة بيخلي الامور تخرج عن السيطرة. لكن الضابط بيقول له انهم شايفين ان تدخل باتمان بيساعدهم وبيقضوا على المجرمين. هنا بيقف أرثر قدام كل الصحفيين وبيقول ان باتمان شخص مريض ومفيش مدينة تعتمد على حد زيه. في الوقت ده بيكون ألفريد مساعد باتمان بيشوف المؤتمر الصحفي في البيت، وبيكون باتمان واخد حتة ازازة من عربية سول وبيحاول يعرف سبب الحادثة. فبتتصل أندريا من الطيارة بأرثر وتبلغه انها على وصول، فبيقول لها انه مستنيها وبيطمنها انه دلوقتي بقى ليه وجود قوي في السفارة ويقدر انه يساعدها. فبيسألها عن مشاعرها ناحية باتمان بعد السنين دي كلها، فبتقوله انه خلاص نسيت الموضوع ده. وبيجي ميعاد حفلة باتمان في بيته اللي بيكون عاملها بشخصيته الحقيقية، وبيكون عازم فيها ناس كتير. وفجأة بتوصل أندريا وبتقوله انه شخص مخادع، فبتروح رامية في وشه المشروب وماشية. هنا بيجي أرثر وبيدي لباتمان منديل بينشف وشه، وبيسأله عن حقيقة علاقته بأندريا، لكن باتمان بيسيبه وبيدخل أوضته. هنا بيفتكر ازاي اتعرف على أندريا، وبنشوف أندريا في المقابر بتزور مامتها، وبيكون باتمان هو كمان بيزور باباه ومامته. فبيلاحظ ان أندريا بتتكلم نفسها، فبيروح يتعرف عليها، لكن أندريا بتكون عارفاه اصلا لانه اغنى شاب في المدينة. وبنشوف مجموعة من الحرامية بيسرقوا الشركة، وباتمان بيراقبهم وبينزل يهاجمهم بسرعة، لكن بيقدروا ياخدوا العربية ويهربوا. هنا بيجري باتمان وراهم وبيمسك في باب العربية، وبتشوفهم الشرطة وبتطاردهم في الطريق، لكن للأسف بتخبطها عربية المجرمين وبتكمل طريقها. فبيروح باتمان رامي كور صلب قدام العجل علشان ينفجر وتقف العربية. في اللحظة دي بتوصل الشرطة، فبيمشي باتمان بسرعة. وتاني يوم بيقول لألفريد انه كان حاسس ان المجرمين مش خايفين منه، ومن هنا بدأ يفكر ازاي يخفي شخصيته. هنا بتوصل أندريا وبتقول انها كانت فاكرة هيتصل بيها، فبترجع تاني للحفلة وبيطلع باتمان لضيوفه. في نفس الوقت بيروح بروسكي يزور قبر سول في السر، لكن بيتفاجئ بالمقنع اللي قتل سول بيطارده. فبيحاول بروسكي يدافع عن نفسه وبيطلع يجري، فبيسمعوا المساعدين بتوعه وبيروحوا يدوروا عليه، لكن بروسكي بيكون وقع في الفخ اللي وصله ليه المقنع. وبرضه بيشوف المجرمين عباية باتمان اللي لابسها فبيفتكروه هو، فبيستغل أرثر الفرصة وبيطلب من الشرطي انه يقبض على باتمان، لكن الشرطي بيرفض وبيقول انه متأكد ان باتمان ما يعملش كده، واذا عايز هو يقبض عليه يقبض عليه بنفسه. وفعلا بيروح أرثر مجهز فخ علشان يمسك باتمان، لكن في اللحظة دي بيكون باتمان بيشوف المكان اللي اتقتل فيه بروسكي يمكن يوصل لدليل، فبيروح على قبر مامته وباباه ويزورهم قبل ما يمشي. وفجأة بيلاقي أندريا فبيهرب بسرعة، لكن بتكون أندريا عرفت حقيقة شخصيته، فبتروح أندريا تقابل أرثر ومش بتقوله على اللي عرفته. في نفس الوقت بيكون باتمان بيراقبه من بعيد، وبتفتكر أندريا يوم ما قابلت باتمان في المركز العلمي وإنها كانت متأكدة إنه بيحبها. وبعد كده أخدت باتمان السفارة وعرفته على باباها سفير بومن، وبنشوف قد إيه كان باباها مرحب بيه وعرفه على أرثر اللي كان لسه جديد في السفارة. لكن فجأة بيدخل فروست زعيم العصابة علشان يقابل بومنت بالعافية، وطبعا بيضطر باتمان يمشي مع أندريا، لكن بيلاحظ إن فروست شخص مش كويس، وبيلاقي اتنين بيحاولوا يسرقوا واحد، فبيتدخل باتمان وبيضربهم علشان ينقذ الراجل ده، لكن للأسف بيقدروا يضربوه ويهربوا. في اللحظة دي بيرجع باتمان وهو متضايق وبيحاول يرسم زي لنفسه، وبتتصل بيه أندريا لكن بيرفض انه يرد عليها، وبيقول لألفريد انه مش عايز يكون عنده حد ملتزم بيه. لكن بالليل وهو بيزور أسرته في المقابر بيلاقيها جاياله. هنا بنشوف أرثر طالع من المطعم، فبيلاقي رجل الأعمال سال مستنيه بالعربية، فبيسأله عن حقيقة استهداف أعضاء عصابته من باتمان، فبيقول له أرثر ان ده اللي ظاهر لغاية دلوقتي. في نفس الوقت بيكون باتمان بيدور على معلومات عن رجال الأعمال اللي اتقتلوا، وفعلا بيكتشف إنهم كانوا مشتركين في قضية تزييف كبيرة من 10 سنين، وإن معاهم شريك تالت وهو فروست. فبيقرر إنه يروح بيت فروست وبيدور بنفسه على أي معلومة أو دليل، لكن هناك بيلاقي مجموعة من صور لفروست مع شركائه ومنهم بابا أندريا. فبيفتكر يوم ما تقدم لأندريا وقد إيه كانت سعيدة. في اليوم ده رجع لها البيت وشافوا إن في ناس مع باباها، وتاني يوم اتفاجئ إنها بعتت له جواب اعتذار عن الجواز ومعاها الخاتم. في الوقت ده بيروح سلم مقر الجوكر علشان يقابله، وبيقوله انه عايز يقتل باتمان وبيعرض عليه مبلغ كبير، لكن الجوكر بيطمنه وبيقوله ان مش ممكن باتمان يقتله. في اللحظة دي بتكون أندريا رجعت البيت، فبتلاقي باتمان عندها
وبيوريها صورة باباها مع رجل الأعمال اللي اتقتل منهم 2 وبيسألها تعرف ايه عنهم، لكن أندريا بترفض تقول له أي حاجة وبتنفعل عليه. وبنشوف المقنع وهو داخل على بيت سال وعايز يقتله، لكن بيتفاجئ بسال مقتول وجواه كاميرا بتصوره وقنبلة. فبيطلع المقنع يجري بسرعة من المكان، لكن بيكون باتمان مستنيه بره وبيطارده لأن هو كمان اللي عايز يعرف مين اللي منتحل شخصيته، وبيقدر انه يوصله وبيضربوا بعض. لكن في اللحظة دي بتوصل الشرطة في هليكوبتر، فبيعمل المقنع دخان حوالين نفسه علشان يهرب، وفعلا الشرطة مش بتشوف غير باتمان قدامها فبتطارده وبتطلب منه يسلم نفسه. وبيحاول باتمان يهرب، لكن بتكون شرطة المدينة كلها بتطارده. مش بس كده، ده كل ما يروح مكان او طريق يلاقي فرقة مستنياه، فبيعمل فخ بالعباية بتاعته وبيوهم الشرطة ان هو علشان الهليكوبتر تجري وراه، وبيطلع هو يجري في الطريق والشرطة برضه وراه. هنا بيلاقي أندريا جاية وراه بعربيتها بتنقذه وبتوصله البيت، وبيسألها ازاي عرفت مكانه، فبتقول ان المطاردة كانت على الهوا في كل المحطات، وبتديله صورة باباها مع العصابة وبتحكي له على اللي حصل. وبنشوف يوم ما وصلها بعد ما تقدم لها، واول ما دخلت أندريا للبيت مسكوها رجالة العصابة وهددوا باباها بقتلها، وطلب منهم بومنت مهلة تانية يوم على البنك ما يفتح علشان يجيب لهم كل الفلوس اللي طلبوها. لكن المفاجأة انهم بعد ما مشوا طلب منها باباها تجهز شنطتها علشان يهربوا، لان الفلوس اللي معاها مش هتكفي اللي عايزينه، وعلشان كده اضطرت انها تبعت له الخاتم بتاعه. وبتقول انهم هربوا لاوروبا واستثمر باباها الفلوس اللي معاه وكبرها لغايه ما جه الوقت اللي ممكن يدفع للعصابه فلوسها، لكن العصابه رفضت وطلبت مبلغ اكتر وهددوا بقتله. وبتقول له أندريا انها اتفاجئت بموت اعضاء العصابه، علشان كده رجعت المدينه لانها شاكه ان باباها هو اللي بيقتلهم. تاني يوم بتمشي أندريا وبتوعده انها هترجع تاني، فبيدخل باتمان يدور في باقي الصور، فبيكتشف ان في صورة لواحد شبه الجوكر جدا. في اللحظة دي بيروح الجوكر مكتب أرثر وبيقولوا ان اكتر واحد مستفيد من اللي بيحصل لرجالة العصابة، وبيفكروا انه كان عارف كل حاجة بيعملها مديره. فبيهجم عليه الجوكر، فبيتأثر أرثر وبينقلوه المستشفى. بيحاول الدكتور يديله اي مهدئ لكن مفيش اي حاجة نافعة معاه، فبيديله مخدر علشان ينام. وبعد ما بيمشي الدكتور بيدخل باتمان وبيسأله عن علاقته بالجوكر، فبيقول له أرثر انه كان محتاج فلوس وطلب من بومنت لكن رفض، فقابل رجالة المافيا واخد منهم فلوس قدام انه يقولهم على مكانه. فبيرجع باتمان البيت ويلاقي اتصال من الجوكر. في نفس الوقت بترجع أندريا على بيتها وبتفتكر لما رجعت البيت ولقت المافيا قتلوا باباها. وعند الجوكر بيروح الشخص المقنع للمخبأ بتاعه، وبتطلع هي أندريا اللي بتنتقم لموت باباها وبتحاول تهاجم الجوكر لأنه كشف شخصيتها، لكن الجوكر بيشغل الحيل بتاعته وبيهرب منها. فبتطلع تدور عليه، لكن بتتفاجئ انه شغل مروحة ضخمة جدا بتسحبها علشان تقتلها. في اللحظة دي بيوصل باتمان وبينقذها، وبتقوله انها رجعت علشان تنتقم منهم بعد ما قتلوا باباها. فبيحاول باتمان انه يقنعها انها تتراجع عن فكرة الانتقام، لكن أندريا بترفض وبتهرب منه. هنا بيظهر الجوكر وبيحاول انه يقتل باتمان وبيهاجمه بالطيارات، وبيقول انه كلها فيها قنابل والمكان كله هينفجر حالا. فبيطير الجوكر بسرعة علشان يهرب، لكن بيتفاجئ ان باتمان قدر يمسكه وبيفضل يضربه لغاية ما يقعوا الاتنين تاني. وبتمسك أندريا بالجوكر وبتقول لباتمان يهرب، فبيحاول انه يقنعها تسيبه قبل ما المكان ينفجر، لكن أندريا بترفض وبينفجر المكان كله. وبيرجع باتمان البيت وهو حزين، فبيتفاجئ بحاجة بتلمع، بيروح يلاقي أندريا سايباله سلسلة قلبها. لكن في اللحظة دي بتكون أندريا على سفينة كبيرة بتهرب من المدينة. وبكده يكون فيلمنا خلص، أشوفكم في فيلم جديد.